مسلسل عمر افندي، مسلسل درامي كوميدي لسه خلصان من قريب. مسلسل جامد وقصته خطيره، بس انا مش عايز اتكلم عنه هو بالتحديد. انا عايزكم تبصوا على مؤلف ومخرج المسلسل ده، هتلاقوهم شباب مش ناس كبيره في السن. وعايزكم تبصوا على مخرجين ومؤلفين اي مسلسل او فيلم جامد نزل في السنين الاخيره، تلاقوا بعضهم ناس كبيره في السن واكترهم شباب. فاللي انا عايز اقوله في الفيديو ده ان الشباب هم اساس المجتمع، سواء في صناعه، في تجاره، او حتى في الفن وفي التاليف بالذات. ان المؤلف الشاب عنده خيال وتفكير المؤلف القديم، وفي نفس الوقت عنده افكار الشباب. وعشان كده اي عمل هتلاقي قصته مختلفه هتعرف على طول ان المؤلف والمخرج شباب. وزي ما قلت فكلامي عن الفن وغيره. يعني ليه انا كشاب قاعد من غير شغل لغايه دلوقتي، وابن المدير من قبل ما يتخرج وهو ضامن شغله؟ فبدل بقى ما نهتم بالقرايب والصحاب، اهتموا بالمواهب الحقيقيه. شوفوا الشباب اللي بتلعب كوره في الشارع ومش معاهم فلوس الاكاديميات، او اللي راحوا الاختبارات وما اتقبلوش بالرغم من انهم لعيبه، بس اخت المدرب قاعده بقى فلازم ابنها يتقبل. امال الكره المصريه ضايعه بسبب ايه؟ وخد عندك امثله كتير زي كده في شتى المجالات.